تعالوا بقى نشوف السحلب القمر ده زيكم كده وجميل. ما بقى بقى الساعة كده دخلت بقى، عايزين نعمل بقى مشروب كده جميل. بجد كل الناس بتحبه، ما فيش طبعا حد يعني ما بيحبش السحلب طبعا. ده السحلب من الحاجات الجميلة قوي. طبعا زي ما انتم شايفين، طبعا انا بفضيه في علبة كده زي ما انتم شايفين، بس عشان ايه احتفظ بيه يقعد معايا فترة طويلة. انا طبعا عملته، بس انا طبعا يعني بفضيه بقى ايه في زي ما انتم شايفين كده اهو. السحلب فضيته، تعالوا بقى نشوف ايه السحلب القمر الجميل دوت واحنا صابينه بقى في الكوبايات. طبعا انا عملته طبعا هعمله لسه معاكم، بس انا طبعا بوريكم يعني شكله ازاي قمر. ريحته بجد جميله جميله، ريحته حلوه قوي. ده كان جردل جبنه. طبعا انا غسلته طبعا ونشفته كويس جدا وفضيت فيه السحلب. زي ما انتم شايفين طبعا السحلب بصوا قمر كده زيكم. طبعا انتوا عايزين تعرفوا الطريقه، تعالوا بقى ما اقول لكم الطريقه. طبعا ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه يا حلوين. اوعى تنسوا يا امارات يا حلوين اللايك والاشتراك في القناه. زي ما انتم شايفين طبعا معايا نشا. طبعا النشا ده نص كيلو، بس انا برضه حبيت اعبره لكم عشان اللي عندها نشا في البيت وعايزه تعمل وتعبر. فانا هقول لك بالمج كام مج. ولو انت هتشتري قد ايه؟ لو انت هتشتري نص كيلو، ممكن تشتري ربع كيلو، بس انا عملت كميه يعني تقعد عندي فتره طويله. يعني زي ما تقولي كده ايه تكفيك الشتا كله. زي ما انت شايفه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي يا جماعه كده في قلبكم. طبعا كده عبرنا مجين من النشا زي ما انت شايفه كده. ده تالت مج. طبعا زي ما انتوا عارفين النشا ده فظيع يا جماعه، فظيع في النط، بيقعد ينط هنا وهنا وهنا. بجد فظيع يعني. زي ما انتوا شايفين طبعا انا حطيت 3 مجات اهو. ده المج الرابع اهو. 4 مجات من النشا، 4 مجات ونص. الحبة اللي بقى في الكيس دول انا قلت نص كوباية نشا. فالنص كيلو نشا عمل معايا 4 مجات ونص من المج العادي اللي في كل بيت، اللي هو المج الصغير. 4 مجات ونص من النشا. طبعا انت لو عايزة تعملي النص كيلو اعملي، عايزة تقللي شوية وتعملي اقل مني شوية قاسي ربع كيلو نشا واعمليه. بس انا بحب اعمل نص كيلو بحيث يقعد عندي طول الشتاء، بحيث ايه كل ما يبقى نفسي اشرب كوبايه سحلب انا عامله خلطه السحلب عندي، ما اقعدش كل ما احب اعمل. زي ما انتم شايفين طبعا رحت عند العطار، جبت ب10 زبيب، ب10 جوز الهند، ب10 سوداني، ب10 سمسم. زي ما انت شايفه كده. تعالوا نفضي بس ايه شويه من السوداني كده. طبعا بعتذر طبعا انا بقى كتير مش بنزل فيديوهات، فعلا فعلا كنت تعبانه جدا والله. يعني ادعوا لي بقى يا جماعه. بس الحمد لله قمت بالسلامه. زي ما انتم طبعا شايفين فضيت يعني كميه حلوه قوي، وفي كل كيس كده بسيب شويه من الحاجات دي عشان دي بقى نحطها على وش السحلب لما نصبه. برضو جوز الهند برضو خدت الزبيب قصدي سوري، خدت منه برضو شويه. بص لقيت دلق مني كتير، فانا حابه ايه يكون الكميه هنا قليله، لاني اصلا الزبيب يا جماعه لما السحلب يعني بنتعمل بيرقد تحت. فانا فضلت اللي هو يكون عندي كتير اصلا ان انا احطه على الوش افضل. ده طبعا ب10 سمسم محمص زي ما انت شايفه كده. رحت عند العطار جبت ب10 سمسم، ب10 زبيب، ب10 جوز الهند، ب10 سمسم زي ما انت شايفه كده، وب10 سوداني. طبعا عايزه تحطي مكسرات دي عند يعني اللي انت تحبيه بقى. طبعا السمسم انا نقيته طبعا لو في اي حاجه سودا او الكلام ده شلتها. ده معايا بقى 6 اكياس من الفانيليا، فانيليا دريم زي ما انتم شايفين كده. انا بحب استخدم المنتجات بتاعتهم، منتجاتهم حلوه ونظيفه بصراحه. طبعا السمسم زي ما قلت لكم بتجيبيه محمص عادي، بتروحي تقولي للعطار انا عايزه سمسم محمص. فجبت ب10 جنيه سمسم محمص ونقيته. طبعا دول 6 اكياس من الفانيليا. حابه طبعا تزودي تقللي اللي انت عايزاه. انا حاطه 6، هما ال6 بصراحه كويسين جدا، بيظبطوا الطعم والريحه قوي. زي ما انتم شايفين طبعا هفضي ال6 اكياس فانيليا على خلطه السحلب. اوعوا طبعا تنسوا اللايك يا حلوين والاشتراك في القناه يا امارات. زي ما انتم شايفين بقى كده يا امارات اهو قمر زيكم كده يا جماعه والله. وحشتوني 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 بجد، من قلبي وحشتوني. بجد انا حاسه بقالي سنه بجد ما يعني ما شفت يعني ما نزلتش فيديوهات. بجد بحبكم في الله. زي ما انتم شايفين بقى تعالوا نقلب بقى خلطه السحلب القمر اللي زيكم دي. نقلبها كويس جدا. هو السحلب كده حابه بقى تضيفيله قيمه غذائيه اكتر تقدري تحطي لبن بودره. لو انت حابه تزيدي الطعم اكتر والقيمه الغذائيه اكتر، بس هو طعمه كده جميل جدا وطعمه حلو. بس انت لو حابه مش حابه خلاص، هو برضو طعمه كده جميل قوي. بس انا بقلب طبعا بالمعلقه كويس جدا وبالراحه، لانه زي ما انتم شايفين النت سوري معلش، النشا يعني فظيع بجد. بينط زي ما انتم شايفين، بصوا بينط طول ما انا بقلب، هو عمال يعني ينط في كل حته. هو فظيع النشا.
فعشان كده أنا عمّالة أقلّب بحرص. طبعًا قلّبت المكونات كلّها مع بعض كويس جدًا، لحد ما خلطة السحلب اختلطت كلّها مع بعضيها. طبعًا أهو الزبيب اللي أنا بقيته، بقيت حبّة زبيب وحبّة سوداني وحبّة جوز الهند، أفضّيهم كده على بعض في كيس. دول بقى لمّا آجي أصُب كوبايات السحلب أزوّق بيهم الوش كده. طبعًا حابة تجيبي مكسرات، يعني بُصّي أنا بادّيكِ الفكرة، أنتِ بقى حابة تزوّدي، حابة تقلّلي حاجة مثلًا، في حاجة مثلًا مش بتحبيها وحابة تقلّليها شوية، تقدري طبعًا. لو مثلًا مش بتحبي مثلًا الجوز الهندي كتير تقدري تقلّلي، ما بتحبيش الزبيب تقدري تحطّيهوش، يعني تقدري تزوّدي، تقلّلي، ده بتاعِك أنتِ يعني. زي ما أنتِ شايفة طبعًا حطيتهم على بعض ومسكت الكيس كده نفخته، لمّيت معاه الهوا كده، أنا بالِمّه بإيديّا ورجيته كده. تعالوا بقى نعمل السحلب. معايا نُص كيلو من اللبن البلدي، لبن بلدي عادي، عايزة تعملي بلبن مُعلّب عادي أي حاجة مش هيقول لِك لأ. زي ما أنتِ شايفة ده نُص كيلو، طبعًا المَج ده بياخد ربع كيلو من اللبن، المَج ده ما شاء الله كبير. تعالوا بقى إيه نعبّر كده، نزوّد مَيّة، أنتِ طبعًا ممكن تعمليه بلبن صافي يعني، بس أنا بصراحة كنت جايبة نُص كيلو بس، فحبيت اللي أنا أزوّد شوية الكمية، فعشان طبعًا كلّه يشرب سحلب، فمسكت كوبايتين. أنتِ ممكن طبعًا تحطّي على النُص كيلو كوباية واحدة. بصراحة تاني مرّة أمّا عملته بنُص كيلو لبن وكوباية مَيّة واحدة زوّدتها عليه كان أحلى طبعًا، كان طعمه بصراحة لذيذ أوي، أحسن لمّا عملته أول مرّة. حسّيت طعم يعني أول مرّة كان يعني حلو بس مش أوي، لإن النشا كان يعني اللبن قليل فيه. طبعًا على كل كوباية سحلب يعني يعني أزيد من نُص معلقة سحلب بحاجات بسيطة. طبعًا لو أنتِ يعني معلقة إلا ربع سحلب، لو أنتِ عايزاه تخين تقدري تحطّي معلقة، هتحطّي على كل كوباية سحلب معلقة من السحلب لو أنتِ عايزاه تخين. طبعًا السكر ده حسب رغبتِك. أنا طبعًا حطّيت على كل كوباية سحلب حطّيت معلقة ونُص من السكر، السكر بجد بيبقى مضبوط جدًا. لو أنتِ مش عارفة تضبطي السكر، فعلى كل على كل كوباية سحلب معلقة ونُص من السكر، يا إما معلقة لو ما بتحبوش، على حسب برضه رغبتِك في السكر قد إيه. زي ما قُلت لِك طبعًا بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده حطيته على النار وإيه، من حين لحين كده باقلِّب، من حين لحين باقلِّب لحد ما إيه، زي ما أنتم شايفين ادّى القوام معايا زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا زي ما قُلت لِك لو أنتِ بتحبيه تخين هتزوّدي شوية، طبعًا هو سُخن كده بيبقى خفيف شوية، لمّا بيقعد شوية كمان بيتخن سِنّة. بس لو أنتِ عايزاه أتخن طبعًا من القوام ده يعني بشوية، على كل كوباية لبن عليها معلقة سحلب كبيرة. لو أنتِ مش عايزاه السُمك ده بتحطي معلقة إلا ربع من السحلب، هيطلع معاكِ نفس السُمك ده، لو أنتِ ما بتحبوش تخين أوي. لو بتحبيه خفيف زي ما أنا عاملاه كده، يبقى معلقة إلا ربع من السحلب. هو سهل وبسيط خالص. بُصّوا زي ما أنتم شايفين، بُصّوا باقي كمية ما شاء الله حلوة، بس كان في بعض الأشخاص مش موجودين في البيت فأنا شِلتها لهم، قُلت لمّا ييجي عادي. يعني أنتِ مثلًا لو عملتِ سحلب وأنتِ مثلًا نِفسِك تشربيه أنتِ والعيال مثلًا وجوزِك لسه ما جاش، تقدري إنِّك تغطّيه وتسيبيه على البوتاجاز، لمّا ييجي بتسخّنيه وبتقدّميه عادي، بيبقى طعمه جميل أوي، كإنِّك لسه عاملاه. طبعًا أنا غلطت غلطة هنا، المفروض كنت صبرت لمّا السحلب برد وعمل وِش، فلمّا آجي أحُط المكسرات على الوش كان سِبتت، يعني على الأقل أسيبها بس إيه دقيقتين كده تعمل وِش. لمّا بتعمل وِش أمّا آجي أحُط المكسرات على الوش بتثبت، أنا ما اديتهاش فرصة تعمل وِش، مجرد ما صبيتها حطيت، فطبعًا المكسرات زي ما أنتم شايفين كده أو جوز الهند والحاجات وقعت تحت. فطبعًا أنتِ لو حابة إنها تقدّمي الحاجة تكون على الوش شكلها حلو، اصبري بس بعد ما تصُبّي دقيقتين كده وحطّي الحاجة على الوش، هتلاقيها ثابتة، مش هتُقع معاكِ. طبعًا ممكن تحطّي طبعًا لو أنتِ عاوزة تعملي زي اللي برّه، المحلات اللي برّه، تقدري طبعًا هُم بيعملوا برّه يحطّوا موز عليه، ممكن تمسكي كده حتّة موز صغيّرة كده تحطّيها تلزقيها في الكوباية من فوق برضه تدّيكِ منظر برضه حلو أوي. لو أنتِ ولادِك بيشربوه برّه البيت، اعملي لهم بالطريقة دي، بعد كده مش هيطلبوه من برّه بعد كده. طبعًا زي ما أنتم شايفين طبعًا ده جردل، يعني جردل كان جبنة عندي وخلص، وقُمت أنا غسلته طبعًا غسلة كويسة جدًا ونشّفته طبعًا حطيت فيه. بجد احفظي طبعًا السحلب في أي حاجة عندِك علبة كده محكمة وشيليه، بجد ريحته جميلة أوي، أوي، أوي. زي ما أنتم شايفين بقى ما تنسوش بقى تجربوا وتنسوا اللايكات يا حلوين. باي باي يا أمارات.